تخلى تاريخ جبل الأكراد في محافظة اللاذقية المطلة على الساحل السوري إمبراطوريات كردية قديمة أبرزها الهوريون في الألف الرابع قبل الميلاد، والميتانيون في النصف الثاني من الألف الأول قبل الميلاد، والميديون في القرن السابع قبل الميلاد. فمنطقة جبل الأكراد تمتد شرق مركز مدينة اللاذقية حتى شمال شرقها، وتنقسم إلى ناحيتين. الأولى ناحية سلمى التي تضم عددا من القرى، منها سلمى ودورين وترتياح ومرجخوخة والكوم وغيرها. أما الثانية فهي كنسبة، والتي تضم قرى عديدة، منها كنسبة والشلف وعين القنطرة ووادي باصور والكبانة والدوير وغيرها. ولا يخفى على أحد القرى الممتدة على طريق ريف إدلب بمحاذاة جبل، وهي كردية أيضا مثل الكندة وتردين وأوبين واليونسية وغيرها. يقدر عدد السكان الكردي في الجبل بحوالي 80 إلى 90 ألف نسمة، أما إذا جمعت مع عدد السكان في القرى الممتدة حتى ريف إدلب فسيصل العدد لحوالي 150 ألف نسمة. يقطن الجبل عشائر كردية عديدة، أهمها الموشان والعوجان والشيخان والكيخيا. كان الجبل وما يزال يتمتع بموقعه الاستراتيجي المهم، فهو يقع على أطراف الطريق الواصل بين حلب واللاذقية، مطلا على سهل الغاب الذي يصل المنطقة الوسطى بالمنطقة الشمالية، ويتضمن موارد بشرية هائلة من حيث اليد العاملة، وخاصة في المجال الزراعي والبناء. ولكن التهميش أوقع الجبل فرسة الجهل والفقر، فهناك قلة في عدد المدارس المتميزة، وخاصة فيما بعد المرحلة الابتدائية. فالأكراد أول من قطن الجبل بعد أن خلصوها من الصليبيين وحموا المنطقة لمئات السنوات أيام الدولة الأيوبية. ولكن سياسة المضايقة والقهر لم تتوقف بسبب هويتهم الكردية، ولم تتوقف محاولات التعريب إلى يومنا هذا في محاولة لإضعاف الروح والوجود الكردي هناك. فحتى اللغة الكردية تكاد تنقرض بين أبنائها، ولم يعد يرددها إلا من ندر من العجائز. وأصبحت الأجيال الجديدة تتعايش مع الواقع على أنها ذات جنسيات عربية، دون النسيان على أنهم من أصول كردية.